ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. انا النهارده هعمل غريبه. انا جبت كيلو زبده فارغ. انا مسكتها قطعتها كده وحطيتها في الحله على البوتاجاز، بس يا دوب ساحت كده فكت عشان اعرف اعير. خدت كوبايه زبده على نص كوبايه سكر بودره. السكر ده انا طحناه. كوبايه زبده على نص كوبايه سكر، عليهم ذره ملح، عليهم ذره فانيليا. ضربتهم بالمضرب كويس. اهم حاجه تضربوهم كويس عشان الغريبه ما تفتحش من حضرتك. ينضربوا كويس قوي. الزبدة والسكر انضربوا كويس كده هيبقوا حلوين. هحط عليهم كوبايتين اتنين بس دقيق. بس انا بعد ما حطيت الكوبايتين الدقيق لقيت محتاج ايه، حطيت معلقتين اتنين دقيق كمان، لقيت العجينة لسه بتلزق كده ومش مظبوط. فالدقيق بيختلف من دقيق للتاني. في دقيق بيقبل سمنة، وفي دقيق مش بيقبل. انا الدقيق بتاعي احتاج كمان معلقة، الزبدة بتاعتي احتاجت كمان معلقتين. حطيت معلقتين اتنين بالظبط. العجينة دي عجينة مظبوطة وجميلة، وطلعت النتيجة معايا تحفة بصراحة. غريبة جميلة، دايبة، مش ناشفة. آه، مش بتبصم كده بعد ما خرجت من الفرن. جميلة، مش فرشت، ما فرشتش ماء. جميلة بصراحة، نتيجة تحفة. انا مقطعاها هي قطع صغيرة خالص، يعني عشان خاطر تبقى جميلة كده ويبقى شكلها جميل. زي ما حضراتكم شفتم كده انا زينتها بفستق، وده لولي. زينتها باللولي وبالفستق. شوف حضرتك، دايبة دايبة دوب ومش بتبصم، وجميلة جميلة جميلة. نتيجة تحفة. يبقى نص كوباية سكر على كوباية زبدة على كوبايتين اتنين دي ومعلقتين دقيق. وكل سنة وحضراتكم طيبين.